وتقدم للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله شخصيات من الطائفة اليهودية المغربية ومن العالم، عناية مولوية يوليها العاهل الكريم للطائفة اليهودية المغربية، وإرادة راسخة في المحافظة على ثراء وتنوع المكونات الروحية للمملكة وموروثها الأصيل. وباعتبار المملكة المغربية فضاء يشيع فيه السلم والطمأنينة، ما فتئ المغرب يعزز هذا المسار ويتبنى الإجراءات الهادفة إلى تشجيع التوافق والحوار والتبادل بين الديانات والثقافات والحضارات، والانخراط في جميع المبادرات الخاصة بإرساء السلم عبر العالم، ليكون بالتالي نموذجا يحتذى به على الصعيد الدولي. ومن أجل المحافظة والنهوض بهويته المتعددة، قامت المملكة المغربية بترميم عدة دور للعبادة تخص الطائفة اليهودية على المستوى الوطني. والمركز الفريد من نوعه في العالم كنيس سيمون عطية بيت الذاكرة والتاريخ، ومركز الدراسات والأبحاث حايم صفراني حول العلاقات اليهودية الإسلامية دليل على ذلك. وتندرج هذه المبادرة في إطار الرؤية الحكيمة والنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بشأن إعادة الاعتبار للأماكن الدينية اليهودية والنهوض بالموروث اليهودي والمحافظة على الذاكرة اليهودية بالمملكة.